السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم بقى منيو وصفات هتكفيكم نص الشهر من غير ولا تفكري ولا تحتاري. معانا كل الاكلات اللي انت عايزاها، معانا المكلفه نوعا ما واللي هي اللي على قد الايد خالص. واول اكله معانا على قد الايد خالص وهي ايه؟ كشري الاصفر، مع حبه سلطه مع حبه بطاطس محمرين وحلوين قوي. تاني اكله معانا كنت عامله لهم حواوشي. في ناس بتحب بتعمله باللحمه، وفي ناس بتحب بتعمله بالفراخ. انت شوفي الاوفر لك ايه واعمليه واللي انت بتحبيه. انا كنت عاملاه حواوشي باللحمه، وجنب منه شويه سلطه، شويه طحينه، حبه مخلل، وزي الفل قوي كده، ومش مكلفه يعني برضو نوعا ما. الاكله اللي بعد كده برضو معانا كنت عامله ملوخيه، وكنت عامله جنب منها وراك وشويه رز. مش حابه تعملي وراك، حابه تعملي، في ناس بتحب تعمل دبابيس، في ناس ممكن ما تقدرش تجيب دبابيس او الوراك، ممكن تجيبي الجناحه عادي، مفيش مشكله خالص. ممكن حابه تعملي، مش حابه تعملي رز، حابه تاكليها بعيش برضو براحتك. بس انا حبيت هنا، كنت انا عامله رز عشان عندي اطفال، فانا بحب اكلهم بالحالتين يعني، سواء برز او بعيش. بس اللي لو عنده اطفال بيبقى مضطر ان هو يعمل جنب منها رز. الاكله برضو اللي بعد منها معانا هنا محشي مشكل. تقدري من كل صنف تجي، لو جبت ربع كيلو من كل حاجه هتعملك حله محترمه، ومش هتبقى برضو مكلفه زي دلوقتي احنا بنسمع ان الكرنب بيبقى غالي قوي وكده. فالمحشي المشكل هتعملي كذا صنف، ومش هيبقى مكلف يعني معاك. وتقدري تعمليها برضو، مش شرط يكون جنب منه لحمه ولا فراخ. لو عندك شوربه متبقيه في الفريزر تقدر تعملي بيها القعد بتاع المحشي ويطلع معاكي زي الفل وطعم حلو قوي. انا هنا كنت عاملاه من غير اي حاجه، يعني مش شرط اكلف نفسي فراخ ولحمه عشان احس ان انا طبخت، لا طبعا عادي. الوصفه اللي بعد منها كنت انا عامله لهم هنا بيتزا. تقدري انت تعمليها حجم اكبر، تقدري تعمليها غدا، تقدري تعمليها عشاء. برضو مش مكلفه يعني نوعا ما. تبقى مكلفه معاكي لو حطيت لها فيها فراخ او لحمه. انا هنا بصراحه ما كنتش عارفه احط على لا فراخ ولا لحمه. انا كنت عاملاها ميكس جبن كده، كانت حلوه قوي وكل اكلها وعجبتهم. آه وكان يعني والحمد لله، وما كانتش مكلفه برضو. نخش بقى على الوصفه اللي بعد منها. انا هنا يا بنات كنت جايبه دبابيس، كنت عاملاها بخلطه حلوه قوي قوي بصراحه، كانت عجبت كل اكلها يعني عندي. وعملت جنب منها شويه رز بالشعريه وشويه سلطه، وكان عندي شوربه في الفريزر من فراخ يعني، كنت سلقاها وكده، فدايما بشيلها ما برميهاش. طلعت منها ايه؟ طبقين ملوخيه حلوين قوي. الشوربه يا جماعه ما ترموهاش، ممكن تقدروا تستخدموها بعد كده في وصفات الحاجات يعني تانية كتير. انا هنا برضو كنت عامله لهم فطيره الجبنه، كانت جميله جدا ومشبعه قوي يا بنات، ومش مكلفه خالص بصراحه. كانت حلوه قوي قوي، جربوها وهتعجبكم. الاكله اللي بعد منها كنت عامله بقى الاكله اللي هي بقى ايه، التوب، اللي هي الكل بياكل منها ما بيشبعش منها خالص. كنت عامله هنا مسقعه. كنت جايبه كيلو بطاطس، طلعت منه بطاطسيتين هرستهم وعملتهم بوريه، والباقي حمرته كده. وعملت كده، او عملت كمان شويه سلطه كده خضراء، كانوا مشطشطين بقى جنب المسقعه. كانت ما شاء الله اكله جميله وبناكلها وما بنشبعش منها بصراحه. هنا كنت عامله هنا كده مكرونه بشاميل، كنت عامله طبقين باللحمه المفرومه وطبقين بالفراخ، كانوا حلوين قوي. يعني كنت جايبه كيلو مكرونه وقسمتهم على الاربع اطباق الفويل دول، عملت منهم طبقين مكرونه بشاميل باللحمه المفرومه، وطبقين مكرونه بشاميل بالفراخ. كانت حلوه قوي قوي يا جماعه، وما كانتش برضه ايه مكلفه نوعا ما. الاكله بقى اللي بعد منها هنا، كان الجو اليوم ده كان الجو كان حر قوي قوي، فما كانتش طالبه معانا الطبيخ بصراحه. فنزلت كده جبت عجينه طعميه وجبت فول وقلت بتنجان زي ما احنا ما شفنا كده في الاول، وجنب منها بيض وجبنه. وكانت الاكله كده خفيفه كده وبسيطه، والجو كان حر ما كانش مستحمل بصراحه ان احنا نعمل فيه اكل. وما كانتش مكلفه خالص برضو. والاكله دي برضو بتاكل على فكره زيها زي المسقعه، مش مكلفه برضو خالص. الاكله بقى اللي بعد منها يا بنات عملت لهم مكرونه كده اسباجيتي وجنب منها كبده، برضو مش مكلفه نوعا ما. الاكله بقى المكلفه يعني بصراحه اللي هي كبسه اللحمه، عايزه اقول لكم كانت طعمها خيالي. وبقى ايه رضيتهم بقى بالصينيه ديت، عشان خاطر كان بقالي فتره بقى ايه بعمل لهم اكلات ايه ترضيح كتير، فقلت دي تشيل دي، مش مشكله. كنت عايزه اقول لكم هنا بقى اللحمه كانت دايبه ازاي، وطعمها كان جميل بصراحه، وكل اكلها شكر فيها جدا. وجربوها بس ان شاء الله ويا رب تعجبكم. انا منزله وصفتها عندي على القناه، وان شاء الله يا رب تعجبكم.
اما بقى الوصفه الاخيره اللي بعد منها كنت انا هنا عامله جايبه هنا كده جناحه وعاملاها برضو بخلطه حلوه قوي، ومنزله الوصفه دي عندي على القناه، حلوه قوي اللي حابب يجربها. وتقدر تعملها جنب رز، جنب مكرونه، زي ما انت ما عايزه. مش شرط على فكره يعني اللي يعمل جناحه اللي هو ما بيبقاش معاه، لا، عايزه اقول لكم اشهر الشيفات بيجيبوا الجناحه ديت وبيبدعوا فيها وبيعملوا اصناف كتيره فيها حلو. واتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف ولطيف. ولو عجبك الفيديو متنسيش تعملي اشتراك ولايك والكومنت بتاعك الحلو. واتمنى يا رب اكون فدتكم لو بحاجه بسيطه، واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.